اكبر غلطة ممكن تعملها لو انت لسه مبتدئ في مجال الدنتال موشن جرافيكس ان الدكتور يسألك الفيديو بكام فترد عليه بالسعر على طول من غير ما تعرف الثلاث حاجات دول. قبل ما اقولك على الثلاث حاجات دول لازم تفهم حاجة مهمة جدا، ان انت مش مجرد ديزاينر او فريلانسر، انت صاحب قيمة، واحترامك لتفاصيل شغلك هي اللي هتخلي الناس تحترمك اكتر. ايه الثلاث حاجات دول اللي لازم اعرفهم؟ اول حاجة مدة الفيديو. اوعى تشتغل على حالة وانت ما تعرفش المفروض تخلصها في كام ثانية، لانك لو عملت كده فببساطة مبروك عليك حرق مجهودك، حرق نفسك، وانك دايما هتحس انك ما خدتش حقك ماديا من المجهود اللي انت عملته، لان ببساطه عادي جدا الفيديو يوصل منك لدقيقه ودقيقه ونص وانت مش واخد بالك. فالمفروض تعمل ايه؟ انك مش هتقول له سعر الفيديو كذا، انت هتقول له الخمس ثواني بكذا او العشر ثواني بسعر كذا. حد ممكن يسأل انا ليه اعمل كده؟ انت مش بس بتحترم مجهودك وبتحترم قيمتك، انت كمان بتعرف الدكتور ان فعلا الثانية بتبقى محتاجة مجهود كبير ان انت تعملها، وهو في الاغلب ما بيكونش عارف ده.